حلوة صلاح يا ولد عند ارنولد يا ولد يرجع حلوة لميلنر لصلاح ما فيهاش اوفسايد حلوة لكاكبو جول الهدف الثاني باقدام كاكبو. السلام عليكم عشاقي فوتبول في كل مكان. فيديو النهارده هيكون عن توقع مباراة ليفربول وريال مدريد، مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا، واللي هتقام يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. فيلا بينا عشان مطولش عليكم نروح على طول على جيم التوقع ونشوف النتيجة هتكون ايه. يلا بينا. تمام يا جدعان، طبعا لعب النهارده هيكون في الاوفلاين، واختار نادي ليفربول لان طبعا ليفربول هو موقفه هيكون صعب، خصوصا انه انهزم بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب، فعلشان كده اختار ليفربول. تمام، هنلعب مباراتين للتوقع كتوقع يعني، وطبعا النتيجة الأقرب هي اللي هختارها إن ده يكون توقعي عامة يعني. تمام، طبعا نزلت ميلنر في خط النص، وطبعا دي تشكيلة الريال المتوقع إنه يلعب بيها في المباراة، ودي برضو تشكيلة الليفر المتوقع إنه يلعب بيها في المباراة، لكن هخلي نونيز رأس حربة وجاكبو جناح. تمام، طبعا مستوى السوبر ستار تمام عشان المباراة تكون قوية طبعا. فيلا بينا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نبدأ أول مباريات التوقع. إن شاء الله تكون مباراة مليئة بالإثارة والمتعة والهجمات والباصات والتيكي تاكا. الكرة من مع صلاح يعيدها إلى أرنولد يحاول إلى ميلنر، لكن كامافينجا قطعها. ميليتاو يرجع، لكن هنا الخطأ من تيبو كورتوا، توصل عند صلاح حلوة يا ولد على التمريرة، حلوة الكاكبو، لكن مش ممكن تصطدم في نونيز، تصطدم في الصديق، يمنع هدف أول. توني كروس حلوة الطولية عند لوكاس فاسكيز يفكر في العرضية البنزيمة، لكن تعدي على خير، الحمد لله تعدي على خير. رودريجو يعدي يا ولد لعيب، العرضية لتشاوميني لكن توصل سهلة عند أليسون. حلوة الكرة عند نونيز لصلاح لأرنولد لفابينيو حلوة لصلاح لميلنر إلى هندرسون لفابينيو حلوة عند روبرتسون يا ولد على التنقلات، بناء هجمة حلوة لكن ما تعديش. فاسكيز يخرجها ويشتت الكرة خارج الملعب، مش ممكن. بنزيما بتسديدة قاتلة لكن ينقذ الموقف. حلوة هنا التمرير عند جاكبو نونيز والتسديدة، لكن مش ممكن القائم. جاكبو مرة أخرى، يا الله على فرصة هدف حقيقي يهدرها جاكبو. الأول نونيز في القائم، ثم كاكبو يحاول فيها لكن تشاومين ويعودها إلى كورتوا. حلوة هندرسون، مش ممكن يقطع. حلوة لنونيز لهندرسون والعرضية لصلاح، لكن سهلة وبسيطة بين أيدي الحارس تيبو كورتوا. روبرتسون حلوة عند ميلنر لفان دايك لفابينيو، حلوة عند هندرسون يا ولد على التنقلات. ميلنر لنونيز معك صلاح والارتو، لكن مش ممكن، وميلنر جول. الهدف الأول في الدقيقة 71 بأقدام ميلنر، يضعها على يمين الحارس تيبو كورتوا في الأول. شوف يا ولد شوف ازاي سجل الليفر الهدف الأول. في البداية كانت من مع ميلنر بالفعل، ثم صلاح حاول فيها لكن تألق كورتوا وتصدى إليها، لكن عادت مرة أخرى إلى ميلنر. في البداية كانت من مع ميلنر، وفي الأخير عادت إلى ميلنر ليسددها على يمين الحارس تيبو كورتوا.
عشان تعدي وتقول سلامات 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 في اول الاجوان. عودت لصالح الليفر، حلوة عند ابراهيم كوناتا لارنولد الميلنر، حلوة لهندرسون، هندرسون لكاكبو، كاكبو لنونيز، صلاح، حلوة صلاح لميلنر. هل يفعلها الليفر ويسجل هدف تاني؟ حلوة صلاح يا ولد عند ارنولد يا ولد، يرجع حلوة الميلنر، لصلاح ما فيهاش اوفسايد، حلوة لكاكبو، جول. الهدف الثاني باقدام كاكبو في الدقيقة 82. ما زالت الآمال ممكنة، ما زال من الممكن أن يسجل ليفر هدف ثالث. هل يفعلها ليفربول ويسجل الهدف الثالث؟ شوف المثلث، مثلث أخطر من مثلث برمودا علشان توصل عند كاكبو ليضعها، ولا أجمل على يمين الحارس تيبو كورتوا يا ولد. شوف التسديدة وشوف الأرتو، مش ممكن الحماس الليفربول، حماس الريدز. هل يفعلها الريدز ويسجل الهدف الثالث؟ حلوة لصلاح لأرنولد، حلوة عند ميلنر لنونيز، لكن يقطعها روديجر. خلاص في آخر الدقائق، وبالفعل ينهي حكم اللقاء صافرة الشوط الثاني، لينتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الليفربول. طبعا يا جدعان لو النتيجة انتهت كده يكون الفوز لصالح ريال مدريد، لأن الليفر خسران بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب. فدي كانت أول مباراة وفاز فيها، ده كان أول توقع آسف، وفاز الليفر بنتيجة 2-0. خلوها نروح على تاني مباراة ونشوف التوقع هيكون ايه. بس يا ريت يا صاحبي لو انت لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل زر الجرس واللايك الجميل لو عجبك الفيديو. وبس كده خلونا ننزل ميلنر كأساسي في خط النص ونبدل نونيز مكان كاكبو، وبالطبع نظرة على تشكيلة الريال هي طبعا أكيد. وخلونا بالنسبة لمستوى السوبر ستار برضو. فبس كده دي كل حاجة، يلا بينا نروح على تاني توقع، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، في تاني توقعات فيديو اليوم. الليفر في أول التوقعات فاز بنتيجة 2-0. هل يفعلها هذه المرة الليفر ويقصي ريال مدريد، أم الريال من سيفعل العكس؟ سنرى إن شاء الله. تكون مباراة مليئة بالإثارة. حلوة الكرة يا ولد يا لعيب عند فاسكس العرضية لكن ما تعديش. حلوة رودريجو التسديدة لكن أليسون بكير يتصدى لها يا ولد يا أليسون، تألق. حلوة أرنولد عند ميلنر لصلاح، حلوة لنونيز لكاكبو، يعيدها. حلوة عند فابينيو لكاكبو يعدي لكن فاول بالفعل خطأ على فاسكس، خطأ صالح نادي ليفربول. روبرتسون على التنفيذ، حلوة عند هندرسون لميلنر يعديها. حلوة لصلاح، حلوة التسديدة لكن نونيز يا ولد مش ممكن يا الله. الهدف الأول في الدقيقة 13 بأقدام نونيز بتسديدة، ولا أجمل من نونيز على الطاير. تسدد صلاح في البداية تسديدة ولا أجمل، لكن تصدى لها المتألق البلجيكي العملاق تيبو كورتوا، ثم عادت مرة أخرى إلى نونيز ليضعها على يسار الحارس تيبو كورتوا. يا ولد يا نونيز. هل يفعلها الريدز هذه المرة؟ شوف التسديدة فين رايحة يا ولد مش ممكن يا ولد. إبراهيم كوناتا يقطعها من أمام بنزيما بطريقة ولا أروع.
حلوة لصلاح، صلاح عدى وفات، عدى صلاح، عدى صلاح، عدى صلاح، عدى صلاح، صلاح مر صلاح يا ولد يا لعيب، والتسديد لكن مش ممكن. روديجر الدبابة البشرية يوقف صلاح في آخر اللحظات. حلوة عند كروس يا ولد يا لاعب لكامافينجا، قفل ارنولد عرضها، لكن فان دايك يا ولد. وهنا فينيسيوس مش ممكن في القائم نيابة عن أليسون بيكير يتصدى إلى تسديدة صاروخية بأقدام البرازيلي فينيسيوس جونيور. يا ساتر في القائم، تصطدم في القائم ومن على خط المرمى تعدي. فابينيو يا ولد، فابينيو قاطع مية ونور على الملك اليوم. حلوة ميلنر لوحده، ميلنر حلوة عند نونيز والتسديدة، لكن كورتوا مش ممكن. البلجيكا المتألق يتصدى إلى تسديدة نونيز ويمنع الليفربول ويمنع الريدز من تسجيل الهدف الثاني. وقفل عليه يا ولد يا روبرتسون، يقطعها في نص الملعب عند ميلنر يوديها لنونيز. حلو عند جاكبو واحدة مهارة كده يوديها لروبرتسون يعرضها، لكن توصل سهلة في أيدي البلجيكي تيبو كورتو. آخر الهجمات يقطعها فان دايك وتخرج إلى خارج الملعب. وبالفعل صافرة حكم اللقاء تنطلق لتعلن عن نهاية الشوط الثاني وعن نهاية تاني التوقعات في فيديو اليوم. تمام يا جدعان، بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ومعانا توقعين. التوقع الاول خلص بنتيجة 2-0 لصالح الليفربول، والتوقع الثاني خلص بنتيجة 1-0 لصالح الليفربول. فيا ريت يا صاحبي تكتب لي في التعليقات توقعك ايه للمباراة. وبس كده، لو انت لسه ما اشتركتش اشترك في القناة وتفعل زر الجرس واللايك الجميل. عايزين نوصل ل1000 مشترك في اقرب وقت يا جدعان، عايزين نبدأ نعمل ويب كام. وبس كده، استنونا في فيديو جديد، والسلام.